يا مساء الهنا والسعادة على كل مشاهدينا ومشاهدي قناة الحدث اليوم. أهلا بيكم النهاردة وحلقة جديدة ومميزة من برنامجنا لمتنا الحلو. الحقيقة بقى النهاردة معانا حلقة مميزة ومختلفة تماما عن بقية أي حلقة تانية. النهاردة هنتكلم عن الجمال، بس خلينا كده متفقين إن الجمال مش مجرد كلمة بس، هو منظمة متكاملة. النهارده نتكلم عن الشعر وعن اسباب سقوطه وايه طرق العلاج، وكمان هنتكلم عن البشره والتقشير بصفه عامه وانواعه ومين الناس اللي ممكن تستخدمه. بس اسمحوا لي ارحب بضيفتي اللي منوراني ومشرفاني النهارده، ايقونه الجمال دكتوره نهى عطارد، مديره مركز نهى كلينيك. اهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك. نورتيني وشرفتيني. الله يخليكي يا استاذه ميسه. ربنا يخليك يا دكتور. مبدئيا بقى عايزين كده في البدايه نتكلم عن التقشير. ايه هو تمام التقشير ومين الناس اللي ممكن تلجأ للتقشير؟ تمام. التقشير اعرفهولك الاول، هو طبعا ازاله الطبقه الخارجيه من الجلد اللي اتضررت نتيجه التعرض للشمس، نتيجه التعرض للاتربه، نتيجه استخدام مواد ميك اب كتير، نتيجه السن، تقدم السن. يعني هي طبقه اتضررت لاي سبب من الاسباب، احنا بنحاول ان احنا نقشرها عشان نجدد الخلايا. فالطبقه اللي تحتها تسمح لها، التقشير ده بيسمح لها انها تتنفس وتبتدي تدي منظر صحي اكتر ونضر اكتر للجلد وانعم طبعا. تمام. طيب إيه انواع التقشير ايه؟ بصي، هو انواع كتير قوي، بس تلخيصه بنقول عليه ببساطه شديده انه يا اما سطحي، يا اما تقشير متوسط، يا اما تقشير عميق. التقشير السطحي هو اكتر تقشير بنلجأ له، لانه طبعا يعتبر امن تقشير. بيستخدم في علاج حاجات كتير جدا. كل المشاكل بتاعت البشرة أو معظمها 80% منها بتتعالج بالتقشير السطحي، سواء بقى عملناه على جلسة أو على جلستين أو على 3. إنما هو في النهاية إحنا قشرنا البشرة دي سطحيا، مجرد شلت طبقة الجلد اللي اتضررت بس من الجو أو من الحالة اللي عندها، اللي بتشتكي منها، سواء حبوب، سواء علامات مطرح الحبوب أو كده. يعني نوع الجلسة بيختلف من بشرة لبشرة على حسب نوع التضرر اللي فيها، صح؟ بالظبط كده، بالظبط. التقشير بقى المتوسط ده مم. بنلجأ له احيانا لما بيكون في خلينا نقول ندي مثال. يعني لو مم. في مثلا تصبغ في الجلد، ومش في مش في الطبقات الخارجيه، لا التصبغ ده عميق شوية. عميق شويه، ممكن نلجأ ساعتها للتقشير المتوسط، انما بنلجأ له بحذر شديد. ويعني مش عارفه اقول لك، التقشير يعتبر من أصعب الخدمات الطبية التجميلية، على قد ما هو دايما بيبان يمكن أسهل جلسة في عمايلها، مم. إنما هي أصعب جلسة في متابعتها، وفي إنك تطلعي منها نتائج مظبوطة مرضية للكلاينت اللي جايالك، أو ليكي كدكتورة. مم. التقشير حضرتك ممكن يعالج حاجات مفيش أي حاجة تانية ممكن تعالجها حقيقي، والعلاج دوت مم. يستمر المفعول مع الست او البنت ديت سنين طويله. بس في مشكله تانية، هو برضو سلاح ذو حدين. مم. التقشير لو عمل مشكله لا قدر الله، برضو بيكون في منتهى الصعوبه تصليح المشكله اللي بتنتج من التقشير الخاطئ. تمام. اما التقشير العميق بقى، فده نادر قوي لما بنلجأ له في حالات معينه، وبيبقى لازم قبل الجلسه دي بتبقى، يعني دي بقى جلسه بيتاخد لها احتياطات، واحيانا مم. بيتاخد لها ادويه كمان كحمايه للعيانه اللي بتعمل جلسه زي دي. مم. وبيتعمل لما بتكون البشره يعني آه، بايظه تماما، يعني ملهاش حل تاني غيره. يعني ما فيش اي حل هينفع معاها غير التقشير العميق، وساعتها لازم بيتعمل قبل الجلسه بتاعه التقشير العميق دي. مم. بتشتغلي في الوش لمده مثلا من اسبوعين لشهرين تمهيد في الاول، مم. بعد كده بتعملي الجلسه، بعد كده بيبقى في تمهيد تاني بعدها، او تاهيل بقى للجلد عشان يخف بشكل مظبوط ويبقى لونه موحد وبيبقى ناعم. وبرده لو اتعملت الحاجات دي مظبوطه، بتبقى النتيجه يعني مم. فوق الخيال، يعني فوق الخيال. التقشير يا دكتور بيساعد بس على نضارة البشرة والتصبغات ولا ممكن يعالج حاجة تانية؟ لا، بيعالج حالات كتير. ده بصي حضرتك، مم. التقشير اول ما بدأنا نعمل كنا دايما بنلجأ لآثار الحبوب، التصبغات مطرح الحبوب، مشكلة الحباية سايبة علامة، الحباية سايبة حفرة. مم. كنا نعالج الحباية نفسها شوية ببعض المواد التقشيرية. مم. انما دلوقتي اصبح في حاجات تانية كتير قوي ممكن تتعالج بالتقشير، زي زي مثلا ايه؟ التجاعيد البسيطة. مم. يعني دلوقتي التقشير ممكن يخفي اصلا علامات السن،
ممكن يعالج بعض التصبغات اللي هي عميقه شويه، اللي هي الكلف، الحاجات اللي هي بتبقى يعني مش زي ما بقول لحضرتك، مش في الطبقه الخارجيه، بتبقى في طبقه داخليه طبقة شويه من داخلية طبقات شوية الجلد. زي النمش مثلا أو التجاعيد أو النمش الحاجات مش دي بيبقى صعب علاجه، النمش على قد ما الناس بتخاف من علاجه، النمش احيانا بيروح في جلسه او جلستين بس يتعملوا بالشكل الصحيح ويستخدم لهم الماده المظبوطه. انما المشكله ان النمش لو انا سبته سنين طويله ممكن في بعض العلامات منه تروح قلبه شويه، تبقى عميقه قوي تقلب لحسنه. هنا بيكون علاجه شويه صعب، ان هي لازم تفرقي بين النمش والحسنات الصغننه. الحسنات مش سهل انها تروح، انما النمش سهل قوي ان هو يروح من البشره. كويس جدا. كل ده بالتقشير؟ التقشير طبعا بالتقشير المظبوط. يعني اهم شيء ان احنا التقشير ده عالم كبير قوي، مواد كتير قوي بتستخدم فيه، حتى احيانا التقشير يتعمل بمواد واحيانا يتعمل باجهزه. بس انا دايما بلجأ للمواد في التقشير، بفضلها اكتر، بتديني نتيجه افضل، بيبقى فيها نوع من انواع العلاج اللي بتخلي نتيجه الجلسه مستمره معاكي مده اطول، سنين طويله المفعول بيفضل معاكي، بل بالعكس انت بعد ما بتخلصي جلسات التقشير بتلاقي المفعول بيبقى جميل، كل شويه تلاقيه يحلو اكتر، مش المفعول يروح، لا ده بيحلو اكتر طول ما انت مواظبه بالطريقه المظبوطه. زي ايه بقى الطريقه دي يا دكتور؟ يعني مثلا في حاجات احنا بنستخدمها زي روتين مثلا او علاج بنستخدمه بعد الجلسات ولا؟ ما انا هقول لحضرتك، احنا مثلا يعني انا اي واحده بعمل لها جلسه تقشير عندي في العياده او جلستين او 3 زي ما هي محتاجه الكورس العلاجي بتاعها، بمشيها بغسول معين. مثلا انت تغسلي وشك بالحاجه دي، الحاجه دي لازم تكون مناسبه لطبيعه بشرتها. الغسول ده لو انا كتبت نوع مش مناسب للجلد ده، انا بوظت كل اللي انا عملته. يعني جلسه التقشير مهما حتى لو عملتها بيرفكت باحسن مواد وباغلى مواد، ما ينفعش ان انا اخد بيها نتيجه كويسه الا لو تابعت صح. هي دي التركه بتاعه التقشير على فكره، المتابعه المظبوطه. لازم واقي الشمس يكون مناسب للجلد اللي انت بتقشريه، لازم الماده اللي قشرتي بيها تكون مناسبه لطبيعه البشره دي، تكون مناسبه بقول لحضرتك حتى لجنسيتها. احنا كل فئه عايشه في جو معين تحت شمس معينه بيبقى لها المواد والتركيزات بتاعه المواد المناسبه ليها. بالظبط. كل حد مننا مختلف في البشره بتاعته عن التاني. بالظبط. فكل واحده فينا بتلاقي الجلسه اللي تناسبها لو اتعملت لها تديها النتيجه الممتازه فوق ممتازه كمان. اذا اتعملت مظبوط واتبعت غلط هتبوظ المفعول، يبقى كانها ما اتعملتش. اذا اتعملت مظبوط واتبعت صح، هي دي بقى اللي تديكي المفعول اللي يبقى حلو وكل شويه يحلو. لانه في متابعه بعد كده، احنا بنطلب منها مثلا بعد ما خلصتي جلسه التقشير، يلا الروتين بتاعك انك تستخدمي تغسلي بكذا، تحطي الواقي الشمس اللي يناسبك اللي هو كذا او كذا او كذا. في كريمات هتمشي عليها، هيكون ليكي كريمات احنا بنحط لها اللي متاح ليها، هيكون ليكي كريمات مسموحه ليكي، هيكون ليكي كريمات فيها مواد معينه تبعدي عنها خالص. حتى بعد كده لو هي مشيت وفهمت بشرتها كويس، خلاص عمر الوش ده ما بيبوظ منها تاني. تمام. طيب بالنسبه للايدين يا دكتور، في ناس بقى بتهتم، وده اللي انا عايزه اقوله، ان الجمال منظومه متكامله، يعني ما فيش حاجه اسمها ست جميله وست مش جميله، في حد بيهتم وحد ما بيهتمش. بالظبط كده، الاهتمام هو يعني هو اكبر وسيله لاظهار الجمال. بالظبط. بس كتير مننا بيقع في خطا، ان ممكن يهتم بشعره ويسيب ايديه، ممكن يهتم بايديه وشعره ويسيب جسمه. الايدين دايما بتتنسي. بالظبط. الايدين دايما بتتنسي. بالظبط. بس الايدين يعني انا بشوف انها من اكتر المناطق اللي بتبقى جذابه في البنت او في السيده لو هي مترتبه وشكلها حلو وجميل وطبيعيه. انا دايما بحب الحاجه تكون طبيعيه. يعني جلد الايدين كان بيبقى زمان هو اللي بيكشف السن الحقيقي للمرأة. بالظبط. دلوقتي حتى ده الحمد لله بنقدر نخفيه. يعني قدرنا نضحك على الرجاله. لا مش للدرجه دي، بس هو بنقدر نحسن شويه من المظهر ببعض الجلسات، منها جلسات حقن ومنها جلسات تقشير. بس طبعا خليني اقول التقشير اللي بيتعمل للايد بيكون تقشير خاص جدا وبمواد
خفيفه وناعمه جدا جدا جدا، عشان جلد الايد غير اي جلد في الجسم كله، حساس. حساس مم. لدرجه والبوظان فيه بيكون اسهل بكتير من التحسن. تمام. فاحنا لازم لما نيجي نقشره بنقشره بماده معينه وتكون خفيفه جدا، ونعرف الانسه او المدام اللي جايه انه انت هتاخدي المفعول على فتره اطول، بس هيكون المفعول جميل وهيستمر معاكي، وهتتابعي بعد كده بالكريم الفلاني ده، هتلاقي ايدك عمرها ما هتبوظ منك تاني. بالظبط. وده يا دكتور اهم حاجه ان احنا نبحث او نعمل سيرش دايما على الطبيب المتمكن، الطبيب الشاطر. مش اي حد، مع احترامي لكل الاطباء، بس في حد بيبقى يعني مميز شويه في شغله شويه عن باقي اي طبيب تاني. هو بصي حضرتك، دايما الخبره بيكون لها عامل كبير قوي قوي في النجاح وفي التوفيق، بالذات في جزئيه التقشير. صدقيني يعني مم. التقشير على قد ما ناس كتير بتستسهله وممكن تعمله لنفسها في البيت، بس هي بتلاقي نفسها انها الجلسه فشلت منها فشل ذريع، ما بتبقاش عارفه ليه. ما هو عشان كل اللي انا مم. بقوله لك ده، عشان مش اي واحده يتحط لها اي ماده ولا تتحط. ده احنا بنحط المواد بنسبه معينه لكل طبيعه جلد، بنسيبها على الوش لفتره معينه لكل واحده مم. ولسنها وللمشكله اللي هي بتعالجها بعد ما بنشيلها بنحط مواد تانية مم. بتدرج معين. احيانا بنزودهم واحيانا بنقللهم، بنحطهم بكميات معينه. انا احيانا باخد مثلا من الكريمات اللي بتتحط لغايه عقله صباع، بعدين احيانا اخد نص عقله صباع، على حسب الجرعات ديت فعلا بتلاقي نتيجه الجلسه. يعني هي مش مجرد كريمات بتتحط على الوش يا جماعه وبنروح، لا. لو اتعملت بكريمات مظبوطه، اللي هي اللي واخده تراخيصها طبعا، الكريمات الاساسيه اللي المظبوطه، او اكيد. حاجه لو ماده مم. متحضره في معمل معروف موثوق مم. منه فتركيزها مظبوط، لازم تتعمل بالجرعات الصح بتاعتها اللي تناسب كل طبيعه بشره، واللي تناسب المشكله اللي هي جايه بيها وسن البنت اللي بنعملها لها او اكيد. الولد طبعا. احنا كمان معانا صور يا دكتور نشوفها. اه بصي حضرتك، ده تقشير للتفتيح. مم. يعني احنا كل اللي كان الغرض، هي مش ما عندهاش مشاكل كتير، هي عايزه لونها يفتحها درجتين 3 4. ده بايه دي اللي هو مواد جلسات تفتيح، دي مواد جلسات تقشير برضو. جلسات اه، تقشير. كل الصور اللي هتشوفيها كله حضرتك ده بالتقشير. معموله بالتقشير، بس دي نتيجتها بعد جلستين. ما شاء ده الله. قبل لا، وده فرق بعد. جامد، فرق جامد ما شاء الله. مم. الصور دي صور حيه من العياده عندي، مش اه. يعني مش موديلز او كده، يعني مم. دول صور فعلا ناس جولي. مريضة. اه. اه ما شاء الله. لا، الفرق واضح جدا. يعني نقدر نقول يا دكتور ان التقشير ده يعني بيساعد على علاج اي حاجه. يعني بيساعد معظم على الحاجات 80% من المشاكل بتاعه في البشره. صورة تانية يا دكتور. ده المسام مثلا، بصي هنا اه. كانت المسام واسعه في الصوره الاولانيه، دي احتاجت 4 جلسات. مم. الصوره الثانيه المسام انتهت تماما. في صورة تانية. ده بقى اللي انا بقوله لحضرتك، ده نتيجه التجارب. مم. دي بنوته صغيره، وشها كان بيرفكت، مش عايزه اقول لك ما فيهوش غلطه، بس قالت لك ايه، اجيب مواد تفتيح واجرب. ما دي المشكله يا دكتور بقى اللي انا عايزه اسالك عليها، ان في ناس بتجيب الحاجات دي من على الفيسبوك او الانترنت. في مواد تقشير، في مواد تفتيح، في كريمات، في حاجات تانية. ما هي دي بقى ف... المشكله. ما هي مم. انا بشوف ده رايي يعني، طبعا انه استخدام المواد دي دون الرجوع للمتخصص، للطبيب المتخصص، بتكون نتيجته مش كويسه. بتكون نتيجته دايما ان الجلسه دي بتفشل، حتى لو نجحت معاكي مره هتفشل في المره اللي بعدها، لان انت استخدمتي ماده مش مناسبه لجلدك. انت ممكن كنت تاخدي مفعول التفتيح ده في جلسه واحده عملتيها عند دكتور مم. عارف شغله ومتخصص فيه وعنده خبره فيه، كان اداكي المفعول في جلسه. بالظبط. انت صرفتي برضو ورحتي جبتي مواد وعملتي حاجات وخلطات وكريمات بالظبط. وصاحبتي. لا، هي طب ممكن تضر اكتر ما حتى يعني اكتر هي ما المشكله تنفع. انها تقول لك انا صاحبتي استخدمت نفس الحاجه صورة. وفي الاخر ما لقيتش المفعول. مم. دي شعر بقى، شعر. دي صوره شعر. عايزين نعرف بقى يا دكتور اسباب سقوط الشعر. في ناس بتشتكي من سقوطه، يعني السقوط بصفه عامه جامد جدا، وفي ناس كمان بتشتكي من الهيشان. فعايزين نعرف اسبابه ايه واحدث طرق العلاج. تمام. اسباب تساقط الشعر كتير قوي احنا عارفينها، يعني يا اما يكون سببين رئيسيين، يا اما عامل وراثي، يا اما سبب بقى انديوس، يعني حاجه حصلت في خلال العمر، يعني يا اما مثلا من ضمنها واحده حملت مثلا، الحمل، واحده عندها انيميا،
واحده بتلعب في شعرها طول ما هي قاعده تلعب فيه كلنا بنعمل فبيتقطع كده. منها. بتستخدم مواد لشعرها مش مظبوطه، اسباب مم. كتير قوي ممكن تخلي الشعريه تضعف. طيب نقدر نعالجه ازاي بقى؟ لا نقدر نعالجه كتير، نقدر نعالجه بادويه بنلجأ لها اخر حاجه، واتمنى ان احنا ما نحتاج لهاش. تمام. بنعالجه بالحقن، ودي بتكون بالنسبه لي انا افضل وسيله لعلاج الشعر دلوقتي. كذا ماده ممكن تتحقن للشعر، وبرضه بتركيزات مختلفه، وبرضه على حسب الحاله وحسب نوعيه الشعرايه وحسب سن البنت اللي جايه لي او السيده اللي جايه لي او الراجل اللي جاي لي، حسب سبب التساقط، هل هو وراثي او مش وراثي، مم. هل عندها مرض في جسمها مثلا بيساعد ان الشعر يفقد اكتر، فده بالتالي هيخليني زي الضغط مثلا ممكن يخلي الشعر يتفقد اكتر. مم. وانا بعالج لازم اكون حذره اكتر في الحقنه وفي الجرعات وفي التركيزات اللي بحقنها لها. طيب المريض يعرف ازاي يا دكتور ان هو عنده صلع وراثي، ولا ده صلع عادي نتيجه اهمال منه او نتيجه معظم ادويه او الحالات نتيجه اي حاجه؟ معظم الحالات دي بتتشخص بالهيستوري، يعني احنا بنعرف بالتاريخ المرضي للحاله. احنا بتجيلنا العيانه او العيان نقول له مثلا انت حد في عيلتك شعره وقع، بنبص في فروه الراس. التساقط الوراثي عاده بيبقى له بالنسبه للراجل بالتحديد بيبقى له شكل معين في فروه الراس، يعني مم. بتلاقي يا اما بينحل من الجوانب، يا اما بتلاقي منطقه فاضيه ورا، يا اما بيبتدي يتقور من قدام. مم. على حسب الرسمه بتاعته بنحدد احيانا ان ده ممكن يكون العامل هنا وراثي يا جماعه. طريقه الفقدان، فقد في سن شكله ايه، صحه المريض اللي جايه لي عامله ازاي وشعره واقع. لو هو كويس وشعره ضايع خالص كده عاده بيكون ده سبب وراثي. غير بقى لو حد بيستخدم جل كتير، مم. ما بتلاقيش الشعريه مجهده او واقعه قوي بنفس الكميه بتاعه العامل الوراثي. بالظبط. بس حتى العامل الوراثي ده للتساقط للشعر والحاجات دي دلوقتي بقت بتتعالج. الشعر دلوقتي بقى اصبح علاجاته بحاجات كتير، حتى اصبح في اجهزه بتعالج فروه الراس نفسها عشان تصحصح البصيلات لو كانت خملت شويه. مم. انما في الاول في الاخر الحقن هي اساس العلاج للشعر، سواء كانت بقى حقن الخلايا الجذعيه مثلا او الميزوثيرابي او البلازما. مثلا مم. يعني ممكن نعالج بميزو. الميزو دوت ميزو ثيرابي ده ده مواد كتير قوي، ادويه كتير قوي، احنا ممكن نخلط كذا حاجه على بعض من نسب الادويه دي على حسب الحاله المرضيه زي ما قلت لحضرتك مع مراعاه الحاله الصحيه. البلازما لو اتعملت بالانابيب المظبوطه بتاعتها طبعا بتبقى محتويه على عوامل النمو، وبتبقى نتائجها فعاله وممتازه جدا في انبات الشعر على فكره، لان هي لوحدها بتعتبر خلايا جذعيه بس نابعه من الشخص نفسه. من الشخص نفسه. بس بتعتمد برضو شويه على صحه الشخص نفسه، بس اعتماد بسيط. لو الانبوبه اصليه الاعتماد ده بيكون بسيط قوي. يعني نقدر نقول لو المريض عنده امراض او عنده انيميا ممكن ناخدها من شخص تاني؟ لا ما نقدرش ناخد من شخص تاني نحقنه، انما نقدر نحقن حاجه اللي هي مخلقه اللي هي الخلايا الجذعيه مم. اللي بتبقى نبت. يعني الافضل ان هي بتبقى مصدرها هيومن بينج اللي هي بيبقى مصدرها بني ادمين، بتكون افضل خلايا جذعيه موجوده وبتكون اعلى حاجه في السعر على فكره. يعني ما بتكونش سعرها بسيط ابدا. اللي هي الخلايا الجذعيه. الخلايا الجذعيه المظبوطه الاصليه ما مم. بتبقاش سعرها بسيط. ودي بتستخدم لاي حد ولا لاشخاص معينه او عندهم اسباب معينه لسقوط الشعر او مشاكل معينه؟ هي ممكن نستخدمها بس هي علاج تقيل قوي، احنا ما بنحبش نلجأ له الا لما بتكون الحاله متضرره بشكل جامد، صحتها طبعا تسمح انها تتاخد. هي تستخدم لناس كتير، انما لازم السن يسمح لاستخدامها، ولازم تكون الحاله الصحيه تسمح لاستخدامها. في موانع بنبعد بيها عن الحقن بالخلايا الجذعيه، يعني في بعض الحالات الصحيه كده نقول ايه مش مضطرين نحقن خلايا جذعيه، نحقن لها بلازما، نستعيض عنها بالبلازما. نقدر يقول لي يا دكتور ان الخلايا الجذعيه بتغني عن زراعه الشعر؟ لا هقول لحضرتك حاجه، تغني لو هو المريض جاي لي في مرحله معينه. يعني ما جاليش بعد ما الشعر كان انتهى او ضاع تماما. ومش جاي لي بعد ما الشعر وقع بسنين، لا جاي لي وهو لسه البصيلات حيه، تقدر ساعتها الخلايا الجذعيه تصحصح الموضوع وتنبته تاني، او البلازما مع الميزوثيرابي بالجرعات المظبوطه. انما لو الشعر منتهي تماما لا، الخلايا الجذعيه لوحدها احنا بنحتاج ساعتها نزرع، وبعد كده بنقول له علشان تحافظ على الشعر اللي اتزرع لازم برضو تحقن علشان تحافظ على الشعريه اللي اتزرعت، لانه معنى اني اضطريت ازرع ان الجسم بطل يبعت الغذاء الكافي ببساطه شديده يعني كده للبصيلات بتاعت فروه راسي. فاحنا كاننا بنقول لها خلاص متشكرين، احنا هنحقن من بره الغذاء اللي محتاجاه له الشعرايه عشان تنبت وتقوى وتطول.
وتروح منها التقصيف. تمام. احنا معانا فيديو دكتور عن البلازما بتاع الوجه. تمام. ازيكم؟ النهارده احنا بنصور لاول مره من نوها كلينيك. معانا حاله بلازما هنعملها لايف قدامكم. قبل ما نشتغل الحاله بس عايزه اقول كلمتين عن البلازما. طبعا احنا عارفين ان البلازما هي عباره عن عينه دم بتتسحب من العيان وبتتفصل في الجهاز بتاع السنترفيوج، بيتاخد منها الصفائح الدمويه وبترجع تتحقن تاني في الوش، في الشعر، على حسب بقى المنطقه اللي محتاجه انها تتعالج. اما بتتحقن في الوش وظيفتها الاساسيه انها تدي نضاره للبشره، وظيفتها ان هي تدي حياه، تدي روح للوش، وده اللي هنشوفه. احيانا بتحسن شويه الهالات السوداء، احيانا بتلون شويه الشفايف، بتديها النضاره وبتديها اللون البينك اللي بنحبه. بس طبعا المفعول ده ما بيبقاش دايم قوي زي الفيلر، الحاجات اللي هي مخصصه للحقن في المناطق دي ومفعولها بيثبت. لا، احنا البلازما بتاخد شهر شهرين وبعدين بيبتدي المفعول يقل تدريجيا، بس يروح تماما ما اعتقدش انه بيروح تماما، خصوصا لو محقون بالانابيب المظبوطه اللي احنا هنحقن بيها النهارده، لانه البلازما بتعالج كمان البشره، بتعالج الخلايا بتاعه الجلد من جوه، مش بس ان هي بتدي نضاره وبتدي لوك شكله حلو، لا هي كمان بتعالج فعلا وبترطب الخلايا من جوه، وده هتشوفوه حضراتكم معايا ان شاء الله في الحاله اللي هنشتغلها لايف. يلا بينا نشوف مع بعض. طبعا دي كانت جلسه بلازما ناجحه جدا، الحمد لله. العيانه ما زرقتش، مفيش اي علامات ظهرت عليها. احنا في الاول زي ما شفنا سحبنا لها عينه الدم وحطيناها في السنترفيوج، خدنا منها الصفائح الدمويه، رجعنا حقناها تاني بالشكل المظبوط. كل منطقه بتتحقن بطريقه. بعد كده بنحط المضادات الحيويه بتاعتها، بنحط الحاجات اللي بتقفل الاوعيه الدمويه اذا كان في اي وعاء دموي ينزل نقطه دم ولا حاجه، ده عادي. البلازما ممتازه قوي للسن اللي ما بين 40 سنه و50 سنه، وحتى السن الصغير هي فيها ممتازه بصراحه. بس انا ليه بقول 40 سنه؟ لانه احيانا السن ده اللي بتبدا تظهر فيه مشاكل بسيطه في البشره ما بتستدعيش ان احنا نعمل فيلر، ما بتستدعيش نعمل بوتوكس، ممكن نستعوض عن كل ده بالبلازما. وزي ما هنشوف دلوقتي هي حاجات كتير كانت عند استاذه عاليه اتظبطت بالبلازما لوحدها، لا احتاجت فيلر ولا هتحتاج بوتوكس. وان شاء الله تابعونا على دي كانت جلستنا النهارده، وتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك دكتوره نهى عطارد طب تجميل وليزر. اشوفكم في حلقات تانية ان شاء الله. باي باي. انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور، شرفتيني ونورتيني. حقيقه انا سعدت بلقاء حضرتك وافدتينا كتير بالمعلومات. تسلمي، ربنا يخليكي. ميرسي يا دكتور. مشاهدينا في كده تكون انتهت حلقتنا، يا رب نكون قدرنا ان احنا نفيدكم، واشوفكم في حلقه جديده ومعلومات جديده، والى اللقاء.